ازاي كل مدير فني هيجهز الصفقات الجديده ويقدر ان هو يدخلها كمان في المنظومه اللي موجوده بالفعل، سواء الاهلي او الزمالك. انت محتاج تدخل اللعيبه الجديده اللي انت جبتها في المنظومه القائمه بالفعل. مش معنى انا جبت لعيب جامد او هو امكانياته كويسه ان اللعيب ده بالضروره هيندمج على طول من اول تمرينه ومن اول ماتش وهلاقي اللعيب ده بيعمل اهداف واسيستات. لا طبعا، يعني قله نادره جدا اللي ممكن يعمل كده، لكن كل اللعيبه بتحتاج فتره تاقلم مع الوضع الجديد. مع اغلب اللعيبه اللي جايه اصلا محترفه، سواء الزمالك جاب عمر فرج وجاب محمود بن طايق، الاهلي برضو جاب لعيبه محترفه، وبالتالي اللعيبه دي محتاجه ان هي تندمج في الاجواء الجديده وتندمج مع التوليفه اللي موجوده بالفعل سواء على مستوى الاهلي او مستوى الزمالك. وده يمكن تحدي مهم جدا وتحدي كبير هيقابل كولر في الاهلي وهيقابل جوميز في الزمالك، ازاي تدخل الصفقات الجديده على مستوى التشكيل الاساسي وعلى مستوى الجاهزيه البدنيه والنفسيه، ان انت بتلعب في الاهلي وبتلعب في الزمالك، سواء انت جاي من نادي كبير او جاي حتى من نادي صغير. لا، انت انتقلت المرحله خلاص مفيش فيها هزار، انت بتلعب في الاهلي او بتمثل الاهلي او بتمثل الزمالك، فرقه كل ماتش تلعب على المكسب، كل ماتش تلعب على كل البطولات. وبالتالي انت محتاج تدخل الثقافه دي او المينتاليتي دي في عقليه اللعيبه، ان احنا بنلعب على المكسب وان انتوا لازم تندمجوا مع العناصر اللي موجوده. فدي ثالث اهميه او ثالث سبب يخلي الماتشين دول تحديدا مهمين. الحاجه بقى الرابعه والاخيره انه المباراتين دول تحديدا هم اخر فرصه للاهلي والزمالك قبل السوبر الافريقي. فالزمالك بعد ما لعب النهارده هيلعب يوم الجمعه ماتش العوده، الاهلي برده هيلعب بكره باذن الله يوم الاحد وهيلعب ماتش العوده الاسبوع الجاي. دي اخر فرصه للاهلي والزمالك قبل ماتش السوبر، وبالتالي كل مدير فني هيبقى بيفكر جوه دماغه انا عايز العب السوبر ازاي. فهنا المقياس مش جورماهيا الكيني ومش الشرطه الكيني بالنسبه للاهلي والزمالك، لا، انا المقياس بالنسبه لي ان انا عايز افكر ازاي هلاعب الاهلي، ده بالنسبه لجوميز، وكولر بيفكر ازاي هلاعب الزمالك وازاي هدخل الصفقات الجديده في تشكيل السوبر الافريقي اللي بالمناسبه هيبقى بعد 13 يوم من دلوقتي السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه. وبالتالي تحدي كبير برضه من التحديات اللي بتقابل المديرين الفنيين، ان انا ازاي اوصل بالصفقات الجديده واوصل بالتوليفه اللي موجوده واوصل بالجاهزيه. كل ده قدامي ماتشين ذهاب وعوده امام جورماهيا وامام الشرطه الكيني علشان اوصل لاعلى كواليتي او اوصل لاعلى توليفه ممكنه بالنسبه للاهلي والزمالك علشان اخوض بيها ماتش السوبر. انا مش بص على الدور 32 في دوري الابطال او الكونفدراليه، لان الاهلي والزمالك طبيعي ان هم يعدوا المباراتين دول، لكن اهميه الماتشين دول وضغط الماتشين دول بتكمن في ان انا لازم اجهز اللعيبه بتاعتي للسوبر الافريقي. ده تحدي برضه هيواجه المديرين الفنيين، بالاضافه الى تحدي من نوع مختلف هو موعد المباراه. يعني ميعاد الماتش، توقيت الماتش ده تحدي كبير جدا. الساعه 3 العصر الاهلي هيلعب والزمالك برضه لعب النهارده. حتى تصريحات المدرب بتاع جورماهيا الكيني قال لك احنا اخترنا الميعاد ده تحديدا اللي هو 3 العصر علشان عارفين انه الاهلي والزمالك ولاعيبه الانديه المصريه مش بتلعب في الميعاد ده ومش بتحب تلعب في الميعاد ده، وبالتالي احنا اختيارنا للميعاد ده كان متعمد. وبالتالي واضح ان هو المنافس مذاكرك كويس وعارف ان انت بتلعب امتى وبتحب تلعب امتى ولعيبتك تبقى مركزه امتى ولعيبتك بتوصل لاعلى فورمه امتى. ده مهم جدا. احنا عندنا 4 أو 5 تحديات سواء الاهلي او سواء الزمالك بيلعبوا على ان هم يتجاوزوها قبل طبعا السوبر الافريقي والمباراه المهمه جدا هتجمع الفريقين في نهايه الشهر الحالي.